لمصلحة العراق. دخول إلى المنطقة، توغل، تسديدة، جول جول. بعمق رائحة الكالتشو علي عدنان يسجل هدف في غاية الروعة، ويسار أسد من أسود الرافدين ليعلن تقدم منتخب بلاده على منتخب تايبه بهدف مقابل لا شيء. يا سلام عليك يا علي، يا سلام يا عدنان. تألق ياتي من الجهة اليسرى، توغل ياتي في أعماق قلب دفاع الصين، ويسجل من خلاله علي عدنان أول أهداف في المباراة ليعطي التقدم لمنتخب بلاده. شوف الكرة الماضية، شوف المرور، شوف المحاولة، تمويه مرور. يا سلام يا سلام، وبالقدم اليمنى. يا عيني على كرة في غاية الروعة، بداها سلام إلى ضرغام إلى عدنان بصبغة دفاعية. ومين يقول لاعبين الوسط والهجوم هم من يأتوا بالجمال في كرة تخلصت. فرصة للثاني، يلا يا شباب، فرصة للثاني، يلا يا شباب. جول جول جول. هو الثاني يأتي الآن بأقدام عيال الملحة وبأقدام علي حسني، يسجل هدف في المباراة الثانية ويجعل العراق الآن بهدفين في وضعية مطمئنة قبل بداية النصف ساعة الأخيرة من أحداث هذا اللقاء. هدف مستحق من مرور يأتي بشكل مميز جدا، والتقدم يأتي بعد ذلك من علي حسني، ووصول بعد ذلك إلى منطقة الجزاء، وهدف يأتي من خلال كرة ملعوبة بشكل حلو. الحلو في أهداف المنتخب العراقي إنها ملعوبة، الحلو في أهداف منتخب العراق أنها تسر الناظرين. شو يا سلام يا سلام على أوهو على تمريرة ووحيدة بالقدم اليمنى في شباك الحارس لوكونشي يسجل في مرماه. شوف يونس، شوف الكعب بعد ذلك. يا سلام، رقي هدف يسجل بماركة المدافع. سامح عرضية في منطقة الجزاء، يسجل الثالث. هدف ثالث يأتي لأحمد ياسين ولمصلحة منتخب العراق، يسجل عن طريق البديل ياسين بعد كرة ملعوبة مثالية جدا، عرضية في منطقة الجزاء يضع من خلالها ياسين هدف في المباراة الثالث وهدف أسود الرافدين الثالث. قلت بأنه يجب أن يكون الحضور رائعا بشكل مميز. يأتي الحضور مميز الآن بثلاثية نظيفة لأسود الرافدين، ومن خلال إحداث هذا اللقاء في ملعب باس ستاديوم. شوف يا سلام، البدلاء عرضية همام طارق وارتقاء من ياسين، وكرة في شباك حارس مرمى منتخب تايبه لوكونشي، يعلن من خلالها ياسين أحمد ياسين. هدف رابع في لحظات كان من خلالها الإعادة للركلة الركنية، لكن لابد وأن تكون ليونس بصمة، لابد وأن تكون ليونس بصمة، ويونس يضع بصمته في مسك ختام للوحة عراقية جميلة هنا في إيران، يسجل من خلالها الهدف. تنفيذ ركلة الجزاء لجاستن عزيز، الإيثار ليونس يعطي العراق الخامس. إيثار يونس يعطي العراق الخامس، خامس أهداف في أسود الرافدين، والله على شوط ثاني مثالي جدا. وجاستن ميرام عزيز يسجل لاعب نادي كولومبوس كرو هنالك في بطولة الدوري الأمريكي، يضع الكرة في الشباك ويعلن عن خامس الأهداف لمصلحة المنتخب العراقي. خماسية حلوة، خماسية رائعة، رقميا مميزة. الآن نتيجة جيدة للعراق، 1-0.